السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. واحد اللايك الفيديو باش نحط لكم بحال هاد الفيديوهات، انا عارفاهم كيعجبوكم بزاف. فيديو واعر البنات وشي حاجه زوينه وسهله البنات، بلا عذاب بلا دليك. هنا جبت لكم الغريبه ديال البهله بلا دليك بلا عذاب، اسهل غريبه. ولكن والله العظيم شوفوا، انا ما كنحلف لكم من الحاجه حتى تكون شي حاجه واعره والمذاق زوين. شي حاجه واعره شي حاجه زوينه، ما كاينش اللي ما كيذوقهاش كيقول لي يعطيني المقادير، لا من الناس اللي كيجيو عندي يذوقوها اولا الكليان اللي كنعطيها لهم كيبقاو يسولوا عليها. شي حاجه واعره واعره البنات. جربوها وردوا عليا الخبر. هنا كندير رابعه ديال الزبده، وكندير 2 كيسان سكر كلاصي، وكندير كاس ونص ديال الزيت، وهنا كندير واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. ضروري معلقه كبيره القرفه، ومن الاحسن القرفه تكونوا هكا طاحنينها على ايديكم باش كتعطيكم واحد المذاق زوين في هذه الغريبه. هنا ديال البهله البلاصه ما غتجيك مشقه ومعذبه معاه، انا قررت انني نديرها بالطابع هكا نسهلها على البنات، وكتجي شي حاجه في المذاق زوينه. والله العظيم لا زوينه. والحمد لله، اكيد الناس اللي ذاقوها ولا اللي خدوها يخلوا لي التعليق. راه كتبان في الشكل شي حاجه عاديه، ولكن راه المذاق ما نقولش لكم عليها. وبخصوص لا درتو هاد المعلقه الكبيره ديال القرفه، راه كيعطي واحد اللوغو زوين في هاد الحلوه. وهنا كندير السكر كلاصي، ما كنديرش السنيده. وهنا كندير 2 ساشي ديال الفاني باش كيعطوني واحد التقرميشه. وكندير بيضه. هنا الفرق بينها وبين البهله الاخرى هو هاد البيضه كتخلي الحلوه مجموعه، ما كتخليهاش هكا كتفرتت ولا مشتته ليكم البنات. ضروري من بيضه كنديرها في الخليط. هنا كنخلط هاد الزبده والسكر كلاصي والزيت مزيان 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 مزيان، وعاد كنبدا نزيد في المكونات الاخرين. هنا بالنسبه للوز وزنجلان، هنا كندير واحد الكاس عامر ديال اللوز. شوفوا الكاس اللي عبرت به الزيت راه هو اللي كنعبر به، يعني كاس كيكون كبير وعامر. وهنا كل ما كثرتي داكشي راه ماشي مشكل، بالعكس راه كيعطي واحد المذاق زوين. يعني بالنسبه كدارك ولا كانت هذا، يعني واخا كثرتي راه كتعطيك واحد المذاق اللي زوين. بالنسبه كنتي الكليان فراه غتحترمي المقادير، غديري واحد كاس اللوز وكاس الزنجلان. بالنسبه الزنجلان البنات ما تدوش على اختكم. كندخلو الفران تصهدو شويه، اللوز حتى هو كنصهدو شويه وكنهرمشو رقيق. هذاك اللوز كيعطي واحد القرمشه في واحد ديك الغريبه ديالنا، وكيعطي واحد المذاق اللي زوين. صافي هنا غنزيد داك اللوز والزنجلان، وغنضيف خماره واحده فقط، يعني خماره ما نكتروش باش ما تجيناش هكا مشته هكا في اللاطه. كندير خماره واحده باش انها كتخمر لينا ديك الغريبه وما كتجيش البنات مشته. صافي وكنعجنها مزيان مزيان، تاكدوا من ديك الزبده انها تكون دابت. وصافي كنخلطها مزيان وكنبدا نزيد في الدقيق. هنا بالنسبه لهاد الغريبه ماشي بحال شكل الغريبه الاخرى خصها تكون قاصحه ولا تبقاي تدلكي فيها ولا لا. صافي هذه غير كتزيدي الدقيق كتجمع لك الخليط، صافي كتبداي تكوري فيها حاجه وحده اللي تاكدوا من الزبده انها عطات، يعني دابت كلها تخدمات في المره الاولى. لان الا بقات هكا حبيبات فراه ملي كتدخل الفران بحال كنقولوا ديك الغريبه كتسيح، ما كتبقاش شاده الفورمه ديالها الشكل ديالها. ردوا البال لهاد القضيه هادي، فغير خدموها مزيان كما شفتوا. راه بقيت شاده معكم الفيديو باش حتى لقطه ما تفوتوها، باش تصدق لكم ديك الحلوه كما جاتني انا. وهانتوما شوفوا راه كنبقى نخدمها بايدي مزيان مزيان. صافي هنا كنبدا نزيد في الدقيق كما قلت لكم، عادي كنجمعها عادي، غير هي ما تكونش مرخوفه. لا كانت مرخوفه راه ما تبقاش شاده الشكل ديالها، ولا كانت قاصحه فراه كتجي كلها بحال كنقولوا انها كتفرتت لك. يعني حاولي الدقيق ديالك عادي تجمعي، يعني تجمعي الحلوه ديالك عاديه. صافي كتكوريها وكتحطيها هكا في اللاطه. عرفتوا هاد الوريبه والله حتى ساهله، راه دغيا كتوجد، راه ما زعما ما كتحتاجش شي وقت بزاف ولا شي مجهود، ولا انك تبقاي حاضيه الفران خصها تشقق ولا. والصراحه
نالت الاعجاب. عرفتوا شنو؟ بحال شكل الغريبه ديال اللوز ايفيلي اللي عقلتوا عليها، ديك الغريبه ديال اللوز ايفيلي و الكراميل. اش غنقول لك، كان دار ضجه كبيره 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 في الكليان، كلشي كيطلبها هذه. حتى هذه شوفوا، هذه انا نقول لكم والله حتى الكليان غيحماقوا عليها، وما كاينش اللي ما غاديش يطلبها من عندك. راه كما قلت لكم، راه كتشوفيها في الشكل كتحقريها كيف كنقولوا، ولكن مني كتذوقيها راه ما نكذبش عليك، ديك تقرميشات اللوز مع زنجلان مع القرفه راه شي حاجه واعره واعره واعره. جربوها وردوا عليا الخبر، اكيد خلوا ليا، ما تنسونيش من التعاليق ديالكم مني كتجربوا شي حاجه ولا الحمد لله كتفرحني. وحتى ناس اخرين هكا كيتفرجوا في الفيديو كيلقاو دوك التعاليق ديالكم، كيعرفوا ان هاد القناه صادقه والحمد لله. وربي شاهد عليا انني الفيديو كما كيتخدم كما كنحطو، والله ما كنقص منه شي حاجه ولا كان نبين لكم شي حاجه وهي العكس ديالها. فالحمد لله. فهنايا المصداقيه ديال القناه هي اللي خلاتها انها تزيد لقدام. شوفوا هنا بانت ليا باقا مخصوصه واحد شويه الفرص، فزدتها وعجنتها عادي. راه ما كندلكها بالكف ديالي ما حتى شي حاجه، كنجمع نتاكد انها هكا تجمعها صافي، وكنكورها وكنحطها في اللاطه. بالنسبه للطابع الصراحه انا هاد الطابع كان عندي شحال شوفوا كيفاش غير كنقلب بعض المرات كيبقاو يطيحوا عليا شي افكار، كنقلب حتى لقيتو قلت والله حتى غنجربها به الساعه جات شي حاجه واعره واعره واعره. فالطابع نتوما راه ممكن تلقاوه ممكن ما غتلقاوش، ممكن تاخذوا تمشوا عند السيد اللي كيصوبوا يطبع لكم بحالو. انا راه لقيته مهرس ومع ذلك خدمت به. يعني نتوما غتقلبوا تمشيو عند مالين الطوابع، مثلا بحال كنتي غتسكريني الصوره ديال الطابع وغتمشي عند مول الطوابع وغتقولي ليه يصوب لك بحالو، يعني يدير لك واحد بحالو يصوبوا لك. ولا غتمشي عند مالين الطوابع توريه لهم تلقيه، تقدر تلقاي شي واحد اختصاصي في الطوابع يكون عنده داكشي القديم. راه في درب السلطان كتلقيهم، يعني كاينين بزاف في درب السلطان البنات ولا اي مول الطوابع حداك اللي كيصاوب هادشي الحديد ولا شي حاجه راه يصاوبوا لك بحال الناس في القريعه راه يصاوبوه لك. كنحاول نعطيكم باش ما توحلوش في الطابع. وممكن نتيا كتبتكري من راسك وديري اي طابع عندك ممكن تطبعي به، يعني ماشي بالضروره انك خص يكون نفس هاد الطابع هذا. بالنسبه للكرات كنديروا من وزن البنات ديري 18 غرام. الا درتي 20 غتجي كبيره، يعني 18 غرام كافيه باش يجي شكلها زوين. وتقدري ديري بين 16 و 18. المهم انت جربي وحده طبعيها ودخلها الفران وشوفي كيفاش غتجي. اللي كنأكد لكم ما تكونش العجينه مرخوفه وما تكونش قاصحه. صافي انا ما كنعبرش كما عرفتوا عيني ميزاني. هنا غنكورها كلها على هذا الشكل صافي كنحطها في اللاطه. هنا عاده كندير واحد طبيسيله الفورز وكندير فيه الطابع، هو هذا الطابع. شوفوا كما قلت لكم انا راه تهرست ليا ولكن راه بقيت خدامه. هنا اللاطه بلا ما ديري لا ورق اللاطه لا حتى شي حاجه، فراه هو الحلوه كطيب صافي كتحيد الراسه. هنايا هانتوما كنديرها ضروري في الدقيق، لا ما درتيهاش في الدقيق فراه الطابع غادي يلصق ليكم. وبالنسبه للشكل واخا كنطبع راه كتدخل الفران كتقاد، يعني شكلها كيتقاد اصلا مع فيها خماره وحده بحال كتشد الشكل ديالها. هو الا كان عندكم الطابع زوين يعني ما مهرش فراه غيجيكم مطبوعه من الاول مقاده. انا راه واخا كيبان لكم ان هذا ولكن الطابع مهرس وكنورك عليه فراه ما كيعطينيش الشكل بالضبط. بالنسبه هاد الحلوه هادي ها هو الشكل ديالها، شوفوا كيفاش كيجي. بالنسبه كنخرجها 130 درهم العجنه، 100 درهم الكيلو معبور. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونخليكم في امان الله، الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.